حاجه بقى في المشهد اللي لسه شايفينه ده نفسي اتعلمها. حركه ايه بقى اللي في المشهد دي هتتعلمها؟ اللي هو لما يديله بالعصايه يقوم قلبه لورا كده. يلف كده. ايوه هي دي. بص، هي الحاله الوحيده لو انت بتتخانق مع حد في الشارع وعايز يوقع بالوقعه دي، يبقى انت لازم تكون بتتخانق مع حد يا بيشتغل في السيرك يا مصمم عارك، عشان يبقى عارف هيقع ازاي. غير كده عمره ما يقع بالمنظر اللي انت شفته في المسلسل ده، لان ده مسلسل. لكن الاوقع بقى ان انت تقول انا عايز اتعلم ضربه ممكن ترقد الخصم في ثانيه، دي ما فيهاش اي مشاكل خالص، حتى لو انت مش فايتر، حتى لو انت مش متمارس في فنون القتال. ازاي تاخد ضربه في الخير طبعا مش في الافتراء، ترقد بيها الخصم في جزء من الثانيه. عندك النقطه دي، نقطه اسفل خط الشنب، الحته دي لو انت ايدك جبتها له بالمنظر ده، طلعت من فوق لتحت، من فوق لتحت. مش هقول لك بقى ازاي اساسيات الضربه وتطلع ووزن جسمك وتحط الضربه، لان احنا المفروض ان احنا دلوقتي بنخاطب الشخص العالي مش الشخص الفايتر او المتمرس. هتيجي من فوق لتحت بالشكل ده. بص لو انا عملتها لك بحاجه ايه، لمسه بسيطه، انت قول لي ايه تاثيرها كده؟ لا طبعا. لا دي يعني دي تاتش، لا دي مش مؤثره، او ما تعمل مش ما ما تقفرش عشان تهرب من ايه؟ عارف اللي هو عامل ان هو متألم عشان يهرب من عشان ما تقلقش. خايف من اللي جايه. لا لكن لو لا التأسيكة كده برضه يعني عادية. هي نفس الفكره، كل ما انت هتقلها اكتر هتبقى ايه؟ بص هي دي مفتوحه اهي، هتبقى تاثيرها اقوى. عندنا النقطه دي يا شباب، دي مهمه جدا، النقطه دي خطر جدا. حتى لو حد ماسك فيك امسك فيا كده، امسك كده ما تخافش، تمام كده. النقطه دي لو انت دخلت وضربت فيها كده، هو غصب عنه هتحس ايه؟ هيحس برجه، هيحس ان كده في حاجه مش طبيعيه حصلت جوه دماغه، في صراعات حصلت جوه دماغه، في كلاب بتهوى. لو انت في موقف وبجد تجيبها بقى من الاتجاه التاني، امسك كده فيا تاني من هنا، تيجي كده اهو، تيجي كده، اعمل ايدك كده، تيجي كده اهو بالشكل ده هنا اهو. متخيل دي تاثيرها على الوش هتبقى عامل ازاي؟ مش هيقوم منها كوتش. دي اللي ترقده، بس ترقده عادي، ما ترقدوش كده في المسلسل بس. يبقى تعملها ازاي؟ تعمل ايدك كده، تعمل ايدك كده وتيجي ايه؟ شاكوش. شبه شاكوش جميل. بالمنظر ده، بس ما تنشفش ايدك قوي، خليها نص. عارفين ايه يا شباب؟ لان انا كل ما انا نشفت ايدي قوي انا حبست الطاقه جوه ايدي، فبقت الايد مش مرنه. انت بتضرب بحاجه صلبه بس ايه؟ بس مش سريعه، ولكن مرتخي قوي مش هتاثر، ولكن وسط وتيجي كده بالمنظر ده تبقى مؤثره جدا. لكن في النهايه المشهد جميل اللي شفناه في المسلسل، ما فيهوش اي مشكله خالص، ولكن احنا بنميز بس ما بين الواقع وما بين الحاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه بسيطه، وما تنسوش دايما خليكم فاكرين ان ده في الاول وفي الاخر مسلسل، الممثل يعمل اللي هو عايزه والمخرج يعمل اللي هو عايزه، انما انت ما ينفعش كل اللي تشوفه تفكر انك تنفذه في الواقع. ليه؟ لانك هتتصدم. اشوفكم على خير.